كتبوا حاجه عن محمد علي. مين محمد علي؟ محمد علي اللي بهدلهم. محمد علي التكيه هو ده اللي راح عليهم على الوحدة. لا بلاش الحاجات دي. ليه يا عم؟ انا ما ينفعش الحاجات اللي على تويتر المباحثه ما عجبتنيش. في حاجات كده ما تنفعش. كان الموضوع ياخد حيزه ده، بلاش يتفرع. بفكرهم بماضيهم الاسود. لا دي شوفينيه، دي كانت بتعاير شعب مش بتعاير النظام. انت معاداتك لا على فكره انا بعادي بتعادي الشعب. النظام الوهابي اللي عندهم. ايوه ما احنا ضد النظام الوهابي. لا ده فكره ده فكره على الشعب. لا انا ما عجبنيش خالص. حتى يعني الناس اللي معاك ممكن تقلبهم ضدك. مكبرين الموضوع. الشعب السعودي عمال يكتبوا تويتات معانا ومطمنين معانا جدا كتير جدا شفتها. لما تتعامل في الشتيمه مفضوع عليهم ممكن الشتيمه يا جدعان. مكبرين الموضوع كده ليه؟ ده فكره رعبكم الورقه ورقه كده. انا لو عليا كنت عايز اجيب بانر عليه صوره محمد علي ولا ابراهيم باشا. اقول لك على حاجه. فكره زي ما قلناش محمد علي زي ما زالوا هناك بلوك نفس الشكل اصلا. لما الفلاحين كانوا بيشتغلوا في الصفر في الاراضي الزراعيه كان قصدي هو مش بس سوريا، الفكره ازاي تخلق حاله كده من الشعب والشعب. هو كل حاكم له عليه. انت ليه خدت النقطه دي دلوقتي؟ الأسرة عندها إقطاعات كبيرة قوي وأنعمت على بعض الخدم بنعم معينة. ما بقولش ان انا مع سياسه محمد علي فاهمني؟ بقول ان انا يعني نقطه معينه بفكرهم بيها. احنا كنا ملهاش لازمة. وفي الآخر إحنا زي ما بنقبلش، يعني أنا ما أقبلش فعلا إن حد أو العكس. هم ممكن كمان بعد 50 سنه يقول لك انت كنت بتاخد منها انا كنت شغال عندنا. بالظبط. لا الفكره مش بالشكل ده يعني. بس انت لا تملك فيها شيء على فكره زي يعني الغنى والفقر ما يتعملش. الفكره ما بتكلمش عن غنى وفقر. هي كانت غنى وفقر. الفكره كانت الفكره لما محمد علي هم عملوا تمرد الاسلامي بتاعهم هو حارب وعملوا الدوله الاسلاميه. يبقى احنا اصلا في الاساس يعني الانجليز وبريطانيا بتحاول تتدخل في اشياء بتحاول تدخل على يا باشا ما تخشش في الكادر كده. تصور الفيديو